السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، ابو تركي، الصعيدي، وغول الغلابة، والاستاذ محمد المطعني. موضوع ايليا ده اللي جلبته بيه السوشيال ميديا، واحنا كصعايدة ما ينفعش يطلع مننا الكلام ده، ولا ينفع نقول كده، ولا ينفع نعمل في بعض اللي حصل على السوشيال ميديا والعالم كله بيتفرج علينا بعد ابو تركي ما قعد مع الناس هناك في الكويت وخلص الموضوع بناء على طلبكم. كتر خيركم انتوا التلاتة، كل واحد ادى غرض معين فيكم والموضوع انتهى على خير. وفي النهاية كنت ده بيتكلم على موضوع التشهير، وده جاب ذكر اسم ده وده، والناس اتفضحت. يعني للأسف الشديد الناس كده كده اتفضحت منكم انتوا التلاتة. يعني المفروض كنتوا تحتووا الموضوع من البداية وتتكلموا فيه بينكم وبين بعض في البداية قبل ما يوصل للسوشيال ميديا والفضايح تشتغل والعالم كله يتفرج علينا. ده في الآخر الأخ اللي هو صاحب الفلوس اللي راحت له الفلوس، أبو تركي بيرد عليه. ليا ده من امبارح ان انا ما نمتش، ونام الساعه 6 الفجر عشان خاطرك. شايف عينيه عامله ازاي؟ ليه نام في السياره؟ ده غير ال 14 دينار اللي دفعتهم على المشاريب على القهوه امبارح. ليه كتلتني الرجولي؟ قال ادفع الرجوله كتلاك، وانا عامل فيها عمده وقلت عليها طلاق بالثلاثه، محد يدفع قرش ولا يدفع مشاريب طالما ابو التركي قاعد، والحمد لله وربنا كرمني وحليت المشكله. كنت عامل زي القطة إلي أنت وطالع معي على البث المباشر وهتشكر فيا، كنت هتبوس على الجزمة وتقول لي متشكرين، ولا لما حليت لي المشكلة أبو التركي حقي ما كانش هيرجع، وأنا مظلوم وأنا بريء، وكنت هتصرخ وتعيط وتقول لي الحقوني. ليه كده؟ ليه كده؟ ده أنت ضربتني بسكينة الماء، ما كنتش شكرتني يا أخي. يعني كنت شكرت الناس كلها، ما كنتش قلت أبو التركي عايز ياخد اللقطة. طب ليه؟ طب انا واخد منك فلوس مستفاد حاجه منك ولا من الواد الاسيوطي؟ على العموم ليه انا مش مسامحه وخاصه في ال 14 دينار، وادعي عليك الهي ما تكسب ولا تربح في ال 14 دينار. عاملين 1000 ونص ال 14 دينار اللي انا دفعتهم على القهوه ليه؟ لا ما تكسب ولا تربح يا شيخ، وتعمل حادثه انت العربيه تصرف منك 14000 جنيه بك ال 14 دينار بتوعتك، وهطقطق ملح وحدث في الجامع وهقرا فيك عديت يا سينا اليه ولا مش. طبعا ده كان بيتكلم اللي هو يطلع من الجيش ويتغرب ويتمرمط وزينا كده وغول الغلابة، عشان ممكن في الاخر يتجوز واحده، عشان ممكن في الاخر يبني له حته مشروع. راجل محترم بيتكلم على طبعا الرساله دي المناديل. الراجل اللي من اسيوط اللي سنه كام؟ طب استنى هقول لك حاجه، انا مش بتاع قديمه، اسمع الجديد يا باشا. اوريك الراجل ده وهو هيعترف على نفسه بذات نفسه، بس في ثانيه الا ثانيه كده، ومش هوريك وشه. رساله لابن محافظه اسيوط اللي هو ما يمثلش 0% لمحافظه اسيوط. اسمع الراجل ده هيقول ايه كده، اسمع. سمعته هيعترف بذات نفسه ان هو ضابط من الراجل ده 1500 دينار، ما يقارب ال 120,000 جنيه مصري اللي خربت بيت الراجل الثاني، وليه 3 سنين هيترجاه كل يوم بكره بعد ده غول الغلابه. انا وعدناكم ان يوم الخميس هيبقى فيه طلع النهارده قال انا مش هعتذر لحد. طبعا يا عم محمود دنيا امبارح نفل بيها مين؟ ابو التركي امبارح بالليل. ايوه قال لي اقول الجماعه عايز يحلوا، قلت له انه يا ابو صعب دفعوا لمين؟ لابو التركي مبلغ 900 دينار، والراجل اتخصم عليه كام؟ 600. ده حاجه ترضي ربنا؟ لي 1000 ونص. المفروض لي 1000 ونص. ايوه الكلام، سيبك من الكلام ده كله. ابو التركي طالع الراجل
طبعا هم راحوا جابوا ابو التركي ليه؟ انا فاهمك القصه دي، والله ما عاجبين جمال ابو التركي، والله العظيم ولا اي حاجه. ده هم خلاص الغول زنقهم يوم الخميس، راح اشهد بالناس كلها، راح عمل ايه؟ راح جاب ابو التركي عشان ابو التركي اللي سيطر على الغول وهيميل على الغول ويقول له يا غول امسح الفيديو ده، فالغول يمسح. الغول اول حاجه بالنسبه لي يا صاحبي انا ما اعتذرش لحد وما اعتذرش للمندوب بعينه، انت ابو التركي طلعت قلت الراجل ده فقير وافجر مننا، والله يا ابن الحلال انت اللي اغلب من الغل. طب انا اقول لك حاجه يا باشا، في اول التعليقات واثنين في التعليقات هنا الراجل ده واخد من ناس تاني. دي الفضايح بتاعتنا على النت من الصعايدة. اخويا محمد عشان خاطر الكلام المطعني كل الناس. البث اللي فات حصلت فيه مشكله فالبث اتحذف، حصلت فيه مشكله البث اتحذف. عايزين نخلص المشكله دي على خير يا اخواننا باذن الله خير. اهل اسيوط اللي زعلانين احضروا كلكم يا اهل اسيوط. معلش البث اللي فات حصلت فيه مشكله. الثلاثة طلعوا يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا كل احد يعني اما يشهروا ببعض وشهروا بالناس اصحاب المشكله، واللي ما عرفش المشكله العالم كله عرف المشكله بتاعتهم، لان الناس دي عندها متابعين كتير. للاسف الشديد ما ذكروش غلطه عند واحد كويتي، وكلهم بيتكلموا عن مناديل المصريين، ما اتكلموش على واحد كويتي ولا يعني. ابو تركي طلع يتكلم ويقول لك القانون ومش القانون وبتاع، وتعدى على القانون المصري. حضرتك اتعديت على القانون المصري وبتتكلم عن القانون، فين القانون الكويتي من اللي بيحصل؟ الفيس دي طالعه من مين؟ الفيس دي طالعه من مصر ولا طالعه من الكويت يا حبيبي؟ اهل اسيوط اللي انا ما غلطتش فيهم اصلا، انا ما غلطتش في اهل اسيوط وما نقدرش نغلط في اهل اسيوط، ولا غلطت في القصيه ولا غلطت في قريه بلوط. تمام، قريه بلوط فيها ناس متابعاني، القصيه فيها ناس كتير جدا متابعاني، اسيوط كل حبايبي كلهم متابعيني وكلهم فوق راسي. وانا سبت لكم البث اللي فات بتاعي اول امبارح عشان خاطر اللي يجيب لي ان انا غلطت في اسيوط يشاور لي انا ميت غلطت في اسيوط ويقول لي عليها عشان نعرف نعتذر. تمام، خليني بس ارجع الحته بتاعت الاخ ابو تركي ان انا نغلط في شق اللي هو اما يتكلم فيها على موضوع بيقول لك القانون عندنا احنا هنا. انت بتوضح له غلطه. تمام، بص يا اخوانا كده القانون عندنا احنا هنا. اولا المشكله ايه؟ المشكله اللي هي منير اليوتيوبر بتاع سوهاج، الراجل ده من 3 سنين ركزوا في عليك يا رب راجل دارس قانون وراجل زي ما هتقول لي هتعمل فيديوهات. طبعا لا اني ولا الغوب، خد بالك انت يا مطعني. فمنما قلت اني من الاول انا ما اتدخلش في المواضيع دي يا فات الناس ما تعرفهاش، فانا ما فاضيش. عايز لكم الحته اللي هي بتاعت لما انت هتقول انا ما رجعوه كثير ناس منصوب عليه. بس يا حبيب اخوك، اما انا الاحترام دي انت عارف انا بعزك قد ايه. من الغلب مضحوك عليه، اقسم بالله منصوب عليه من الميديا سبوبه يا جماعه. المشاكل المصريين انا مش اهل ليه، انا اعتذر للمتابعين. عاوز ارجع الحته اللي هي بتاعت ما اقدرش اكسر كلام 10 15 الاخ ابو تركي لما اتكلم يقول لك القانون هناك قانون كان كله هي كاتبه انا بعتذر للناس اسيوط. يعني صفحات كانت منزله صورتي على حبيب اخوك هيبقى عامل زي الفاروق الدايخي وهو هيوصل طلبات ليه؟ طيب هنا اخونا ابو تركي كان اتكلم وما يقول النتع بتاع اسيوط راجل مظلوم. هم الثلاثه بصراحه ادوا الموضوع حجم اكبر من حجمه، بس للاسف الشديد ابو تركي اتمادى في موضوع الغلط بالنسبه للقانون. هنتكلم في الحته دي على احنا الراجل دي اللي اسمه نتع مظلوم، الراجل دي وصيف، الراجل دي زي المناديب اللي موجوده كلها، زي جرابات ايليا اللي ما كانوا وسطاء في الموضوع. يعني كله في قلب بعضيه. يعني في ناس تاني برضه كانت في المشوار، برضه نصابين.
ليه؟ لانهم برضه وسطاء في الموضوع. وسطاء في الموضوع. وانا مني ما اتكلم معقول القعده وقعده الرجاله، انا كنت قاصد ان انا اتكلم على ابو فهد الراجل اللي دفع فلوس من جيبه. على لجنه ما دفع قرش، واحنا لمينا الفلوس من بعض عشان خاطر نرجعوا حق الراجل اللي اسمه ايليا. هقول لك على حاجه، وانا قلتها لايليا امبارح، قلت له شغل التشهير ده الراجل يقدر يقاضيكم، يقدر يقاضيكم، ومحدش كان هيقدر في الكويت يقدر يذكر اسمه، اقسم بالله العلي العظيم، عشان هنا في الكويت بلد قانون، بلد قانون. انا في احد الصفحات كانت منزله صورتي على دعايه المنتج، انا قضيتي لغايه دلوقتي هيلفوا علي ويحبوسوا على الجزمه بتاعتي عشان اتنازل عن القضيه. واخد بالك؟ هنا في الكويت بلد قانون، مش بلد هرتله ولا بلد هرجله ولا بلد كل واحد يطلع يشهر بالتاني ولا يفضحه ولا يقول عليه نصاب ولا يقول عليه تاجر اقامات. لا، هنا في الكويت غير مصر خالص. هنا في قانون، هنا في قانون هيحكمني. اي حد بيشاهر بالتاني على طول سجن وقضيه، سجن وقضيه. بالنسبه لما انت هتقول انا ما غلطتش، طب ليه منزل اعتذار؟ ليه منزل اعتذار؟ الاخ ابو تركي اما يقول هناك في قانون، طب هو لما في قانون هناك ابو تركي عاوز افهم حاجه واحده بس، او فهمها لنا احنا، يمكن احنا مش اما نفهم وحضرتك اما تفهم. لما في قانون الفيز دي اللي الناس بتتاجر فيها، المناديل بتتكلم عليها، واللي طالع برضو طالعين تغنوا علينا في موضوع ملوش اي قيمه ولا ليه اي لازمه، وما تتكلموا الفيز دي والاقامات والتاشيرات دي طالعه منين؟ ما هي طالعه من الكويت، وما تقدروش تتكلموا كلمه على الكويت وانتوا فيها، لان عارفين اللي هيحصل لكم. ايه اللي يخليك تتكلم عن القانون هناك وتقول القانون هنا مش عارف القانون ماله القانون؟ يا حبيبي انت بتتكلم في مشكله، خليك في المشكله اللي انت فيها. وانتوا اديتوا الموضوع اكبر من حجمه، موضوع تافه ملوش قيمه، اقسم بالله كبرتوه وقاعدين تضاربوا في بعض، وده يقول لك انا مش بتاع سوشيال ميديا، وده يقول لك انا مش عارف ابو سريع بتاع. كلكم اما تركبوا الترند. معلش. شكرا. ابناء الصعيد المحترمين، ما كانش ينفع يطلع منكم الكلام اللي طلع والإساءات اللي طلعت منكم لبعض وطلعت للناس، وشهرتوا ببعض وشهرتوا بالناس وكبرتوا الموضوع. احنا صعايدة ما ينفعش يحصل معانا كده، وما ينفعش نعمل في بعض كده، وما ينفعش نخلي حد يشمت فينا او حد يبص علينا بنظرة مش كويسة. انتوا التلاتة ليكم كل واحد ليه محتوى هادف بيقدمه للناس، وكل واحد بيعمل حاجة وبيقدم رسالة مهمة، وليك متابعين انت وهو كل واحد ليه متابعين كتير جدا ومعروفين انتوا التلاتة على السوشيال ميديا. الناس عارفاكم والناس بتقدركم والناس بتحترمكم، وكل واحد بيقدم محتوى مهم ايا كان المحتوى بتاعه، بس بيقدم محتوى مهم. الناس بتسمعه، الناس بتشاهده، الناس بتشوفه، الناس بتتابعه، الناس بتنتظر الفيديوهات بتاعته. اللي انت عملتوه ده غلط، وما ينفعش يطلع من ابناء الصعيد الكلام ده. يا ريت يا ريت الفيديوهات بتاعتكم تتمسح والموضوع كأنه لم يكن، ونقدر بعض ونحترم بعض، لان الموضوع خد حجم اكبر من حجمه، ودخلته في محافظات، وده يقول سوهاج وده يقول جنة وده يقول اسيوط وده. يا جماعة الخير ما ينفعش. احنا صعايدة، انتوا مصريين في النهاية، انتوا ولاد مصر. اللي شغال في الكويت ربنا يستر عليه، واللي شغال بره مصر ربنا يستر عليه، واللي جوه مصر ربنا يحميه ويحفظه، وربنا يحفظ بلدنا. ما ينفعش يحصل اللي حصل مننا كأبناء مصر، والعالم كله بيتفرج علينا عشان خاطر مشكلة تافهة في فيزا جات لواحد. هو يصلح حاله ربنا، ان كان جبلها وعرف الناس اللي كانت بتتعامل معاه ازاي ولا حصل معاه، الله اعلى واعلم، احنا ما نعرفش الخلفيات ايه. وكان في جرايبه موجوده، مناديب من الناس اللي كانت بتتاجر مع الراجل ده اللي هو بتاع صوت برضه، ما ذكرهاش ولا اتكلم عنها، وقالها ابو تركي وقالها وغول الغلابه برضه في الموضوع. يا ريت يا ريت نحافظ على بعض ونخاف على بعض ونحب بعض، لان اللي حصل بصراحه موضوع خد حجم اكبر من حجمه وكبر على الفاضي. واتمنى ان انتوا تتقبلوا رسالتي بصدر رحب، لان انا محتاج منكم
ان انتوا تحبوا بعض وتخافوا على بعض وتقدموا الكلمة الطيبة، وكل واحد ليه محتواه الخاص بيقدم رسالة مهمة للناس، وانتوا التلاتة محترمين. ربنا يقدركم على فعل الخير وربنا يكرمكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.